صدمة الإعلام الجزائري بعد العرض المغربي القوي أمام مدغشقر. هل أصبح أسود الأطلس جاهزين لإسقاط البرازيل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مفاجأة جديدة تؤكد أن منتخب المغرب يدخل كأس العالم 2026 بأفضل جاهزية ممكنة، حقق أسود الأطلس فوزاً جديداً في مباراتهم الودية الثانية أمام منتخب مدغشقر بعد أيام قليلة فقط من الانتصار الكاسح على بوروندي ب5 أهداف دون رد. هذا الفوز لم يمر مرور الكرام داخل وسائل الإعلام الجزائرية، التي خصصت مساحات واسعة للحديث عن المستوى المتصاعد للمنتخب المغربي، خاصة مع اقتراب المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البرازيلي في افتتاح مشوار الأسود بالمونديال. البداية كانت أمام بوروندي، عندما أرسل المنتخب المغربي رسالة قوية لكل منافسيه بالفوز بخماسية نظيفة في مباراة أظهر فيها اللاعبون انسجاماً كبيراً بين الخطوط الثلاثة، سواء دفاعياً أو هجومياً. الجميع اعتبر أن النتيجة ليست مجرد انتصار ودي، بل مؤشر واضح على أن المنتخب المغربي يواصل البناء على الإنجازات التاريخية التي حققها في السنوات الأخيرة. لكن ما أثار الانتباه أكثر هو الأداء الذي قدمه المنتخب المغربي في المواجهة التالية أمام مدغشقر، حيث ظهر الفريق بثقة كبيرة وسيطرة على مجريات اللعب وقدرة واضحة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف. الإعلام الجزائري بحسب العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي انقسم إلى فريقين. الفريق الأول اعترف بأن المغرب أصبح يمتلك مشروعاً كروياً متكاملاً، وأن النتائج الإيجابية المتواصلة ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من العمل والتخطيط. أما الفريق الثاني فحاول التقليل من قيمة الانتصارات الودية بحجة أن المنافسين ليسوا من الصف الأول عالمياً، لكن هذا الطرح لم يقنع الكثير من الجماهير، خاصة أن الهدف من المباريات الودية ليس فقط تحقيق النتائج، بل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة. ما لفت الأنظار أيضاً هو التنوع الكبير في الحلول الهجومية للمنتخب المغربي. في كل مباراة يظهر لاعب مختلف قادر على صناعة الفارق، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات متعددة قبل مواجهة البرازيل. الجماهير المغربية من جهتها تعيش حالة من التفاؤل الكبير، خصوصاً أن المنتخب أظهر شخصية قوية وثباتا في المستوى خلال الفترة الأخيرة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل يستطيع المنتخب المغربي نقل هذا الأداء من المباريات الودية إلى كأس العالم؟ الكثير من المحللين يرون أن المواجهة الحقيقية ستكون أمام البرازيل، المنتخب الذي يملك تاريخاً عريقاً ونجوماً عالميين، لكنهم في الوقت نفسه يؤكدون أن المغرب لم يعد ذلك المنتخب الذي يشارك فقط من أجل الظهور المشرف. أسود الأطلس أصبحوا يدخلون أي مباراة بهدف المنافسة والانتصار مهما كان اسم المنافس. ولهذا السبب تحديداً بدأت بعض وسائل الإعلام العربية والإفريقية تتحدث عن إمكانية تحقيق المغرب مفاجأة جديدة في المونديال، خصوصاً إذا استمر بنفس النسق التصاعدي الذي ظهر به في المباريات التحضيرية. ومع اقتراب صافرة البداية في كأس العالم تزداد الضغوط على جميع المنتخبات الكبرى، بينما يدخل المنتخب المغربي البطولة بثقة عالية ومعنويات مرتفعة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي عززت إيمان الجماهير بقدرة الفريق على كتابة فصل جديد من التاريخ. فهل ينجح المغرب في تحويل هذه الانتصارات الودية إلى إنجاز عالمي جديد؟ وهل تكون البرازيل الضخية القادمة لطموحات أسود الأطلس؟ وفي الساعات التي أعقبت نهاية المباراة لم يكن الحديث مقتصراً على النتيجة فقط، بل امتد إلى الطريقة التي لعب بها المنتخب المغربي، وهو ما جعل العديد من المتابعين يؤكدون أن ما يقدمه أسود الأطلس حالياً هو نتاج عمل طويل بدأ منذ سنوات، وليس مجرد فترة مؤقتة من التألق. الأمر الذي أثار الانتباه بشكل أكبر هو أن المنتخب المغربي لم يعتمد على لاعب واحد أو نجم بعينه، بل ظهر كفريق متكامل. في كل هجمة كان هناك أكثر من حل، وفي كل لقطة كانت التحركات الجماعية واضحة، وهو ما جعل المنافس يجد صعوبة كبيرة في إيقاف الخطورة المغربية. وبينما كانت الجماهير المغربية تحتفل بهذا المستوى المميز، كانت البرامج الرياضية في الجزائر تتابع ما يحدث باهتمام كبير، خاصة أن المنتخب المغربي أصبح خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المنتخبات الإفريقية والعربية على الساحة الدولية. الكثير من المحللين تحدثوا عن نقطة مهمة للغاية، وهي أن المغرب لم يكتفي بالحفاظ على مستواه الذي أوصله إلى إنجازات كبيرة في السنوات الماضية، بل يبدو أنه يسعى للارتقاء إلى مستوى أعلى، خصوصاً مع دخول مجموعة جديدة من اللاعبين الشباب الذين يملكون إمكانيات كبيرة وقدرة على إضافة المزيد من القوة للفريق.
وهنا بدأ السؤال يتكرر في العديد من النقاشات الرياضية: هل نحن أمام أقوى نسخة من المنتخب المغربي في التاريخ؟ سؤال قد يبدو مبالغاً فيه للبعض، لكنه مطروح بقوة بعد سلسلة النتائج والأداء المقنع الذي يقدمه الفريق. فعندما تنظر إلى التشكيلة الحالية، تجد لاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية، وتجد خبرة كبيرة اكتسبها الفريق من المشاركات القارية والعالمية، بالإضافة إلى وجود جهاز فني يعرف جيداً كيف يتعامل مع المباريات الكبرى. كل هذه العناصر تجعل المنتخب المغربي يدخل كأس العالم بطموحات مختلفة تماماً عن معظم المنتخبات الإفريقية الأخرى. وفي الوقت الذي كانت فيه بعض الأصوات تقلل من أهمية المباريات الودية، جاء رد عدد من الخبراء واضحاً، فهم يرون أن النتائج ليست هي الأهم بقدر ما يقدمه الفريق داخل أرضية الملعب. عندما ترى فريقاً يضغط بشكل منظم ويدافع بشكل جماعي ويصنع الفرص باستمرار ويتحكم في نسق المباراة، فهذا يعني أن هناك عملاً تكتيكياً حقيقياً خلف الكواليس. وهذا تحديداً ما ظهر في المباراتين الأخيرتين. الأكثر إثارة أن المنتخب المغربي لم يظهر عليه التراخي رغم أن المواجهات كانت ودية، بل على العكس بدا اللاعبون وكأنهم يخوضون مباريات رسمية. كل لاعب كان يحاول إثبات نفسه، وكل مركز شهد منافسة قوية، وهو ما يمنح الجهاز الفني رفاهية الاختيار قبل انطلاق البطولة. ومن النقاط التي تحدث عنها الإعلام الرياضي كذلك مسألة العقلية الجديدة التي أصبح يتمتع بها المنتخب المغربي. في الماضي كانت المنتخبات الإفريقية تدخل مواجهات الكبار بشيء من الحذر المبالغ فيه، أما اليوم فالوضع مختلف تماما. المغرب أصبح يدخل أي مباراة وهو مؤمن بقدرته على الفوز، سواء كان المنافس منتخبا إفريقيا أو أوروبيا أو حتى من عمالقة أمريكا الجنوبية. وهذه العقلية هي التي تصنع الفارق في البطولات الكبرى، لأن الإمكانيات الفنية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون هناك شخصية قوية وثقة كبيرة داخل المجموعة. ومع اقتراب موعد مواجهة البرازيل بدأت المقارنات تظهر بشكل واسع بين المنتخبين. البعض يرى أن البرازيل ما زالت تمتلك الأفضلية بحكم تاريخها الكبير وخبرتها الطويلة في كأس العالم، لكن في المقابل هناك من يؤكد أن كرة القدم الحديثة لا تعترف بالتاريخ فقط، بل بما يحدث فوق أرضية الملعب. وإذا استمر المنتخب المغربي بنفس الأداء والانضباط والتركيز، فإنه سيكون قادراً على مجاراة أي منتخب في العالم، بل وربما تحقيق مفاجأة مدوية جديدة. الجماهير المغربية بدورها أصبحت تتعامل مع المنتخب بثقة كبيرة، فبعد سنوات طويلة كان الفيلم يقتصر على تجاوز الدور الأول، أما اليوم فأصبحت الطموحات أكبر بكثير. هناك من يتحدث عن الوصول إلى الأدوار المتقدمة، وهناك من يحلم بتكرار الإنجازات السابقة وربما تجاوزها. والسبب في ذلك ليس الحماس العاطفي فقط، بل ما يراه الجميع من تطور واضح في مستوى الفريق. وفي خضم كل هذه الأجواء يبقى التحدي الحقيقي هو الحفاظ على التركيز، لأن كرة القدم لا تعترف بما حدث بالأمس، وكل مباراة تكتب قصتها الخاصة. لكن المؤكد أن المنتخب المغربي نجح حتى الآن في إرسال رسالة قوية إلى جميع منافسيه، مفادها أن أسود الأطلس قادمون إلى كأس العالم بطموحات كبيرة، وقادمون وهم يحملون ثقة جماهير كاملة، وقادمون وهم يدركون أن العالم كله أصبح يراقبهم وينتظر ما سيقدمونه. ولهذا فإن المباراة المقبلة أمام البرازيل لن تكون مجرد مواجهة عادية، بل ستكون اختبارا حقيقيا لمدى جاهزية المنتخب المغربي، واختبارا لقدرة هذا الجيل على مواصلة كتابة التاريخ. فهل ينجح أسود الأطلس في تأكيد قوتهم أمام أحد أكبر المنتخبات في العالم؟ وهل تتحول النتائج الودية المميزة إلى بداية مشوار استثنائي في كأس العالم؟ وهل نشهد فصلا جديدا من المفاجآت التي تجعل الجماهير العربية والإفريقية تعيش لحظات لا تنسى؟ كل هذه الأسئلة ستجد إجاباتها قريبا جدا فوق أرضية الملعب، لكن حتى ذلك الحين يبقى الشيء المؤكد أن المنتخب المغربي فرض نفسه بقوة في المشهد الكروي العالمي، وأصبح اسما لا يمكن لأي منافس تجاهله مهما كانت قوته أو تاريخه أو عدد ألقابه. والأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كان هذا المنتخب قادرا على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، أم أن التحديات الكبرى التي تنتظره ستكون أصعب مما يتوقعه الجميع. لكن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن المغرب أصبح اليوم أحد أكثر المنتخبات إثارة للاهتمام والمتابعة، وأن كل مباراة يخوضها باتت تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي هائل داخل إفريقيا وخارجها.